انت دلوقتي داخل على كليبسو، القعدة بتاعت الناس التقيلة اللي بتحب تتفرج على فيلم كامل وهي رايقة بكوباية شاي ومزاج عالي. هنا بنختصر لك الحكاية من غير ما نبوظها، ونقدم لك اللحظة اللي بخلي قلبك يدق وتقول الله، دي مش قناة، دي حكاية معمولة للعيار التقيل. زي ما بيقول عيسى الوزان، يلا بينا. الفيلم بيبدأ في فرنسا وقت ما كانت الحرب العالمية الثانية في قمتها. بعد معركة وحشية الجيش النازي قدر يقتحم منطقة في باريس. بعد كده جندي ألماني حذر المدنيين إن اللي يخبي المتمردين هيدفع ثمن كبير، بس الجنرال وقف المطاردة وأمر رجاله يتجمعوا عشان العدو قريب منهم، مع إن الكولونيل أصر إنهم لازم يعلموا الفرنسيين درس. بس قبل ما يضرب، واحدة ست خرجت من الزحمة وطمنته إنهم ما يعرفوش حاجة عن المقاومة. ده خلى جدال يحصل بين الجنرال والكولونيل، بس ما طولش لأن العدو فاجئهم. ويمكن أنا استعجلت لما قلت العدو، لأنه في الحقيقة راجل واحد بس، جندي أمريكاني بيقاتل لوحده كأنه جيش كامل. الكولونيل يودعهم باسمه رايدر، وده بيبين إنهم اتقابلوا قبل كده وجها لوجه في معارك بالقنابل. البطل بيحاول يوصل لمخيم النازيين، بس فجأة رصاصة تسيبه وتوقعه. ما كنتش متوقع كده، اللي حصله ده حلم طول أكتر من اللازم، ومع ذلك هو مش قادر يفتكر المكان اللي صحي فيه. وهو بيدور في المكان يلاقي شنطة فيها شوية حاجات غريبة، محفظة من غير أوراق، وسدس عليه نقوش غريبة، ومفاتيح لعربية كلها أسئلة. الراجل يروح للاستقبال اللي بيقول له إنه سجل باسمه رايدر زي ما الكولونيل ناداه في الحلم. رايدر الجديد يلاقي نفسه في الضواحي ومعاه موتوسيكل جامد قوي، ويكتشف إنه بتاعه، بس مفيش أي ذكر عنده عنه. الراجل يبدأ يلف المدينة اللي هو أصلاً ما يعرفهاش. في نفس المدينة في مقر مجموعة سانبورن اللي بيقودها مستر سانبورن، راجل كبير في السن، دايما معاه مساعده جاك. الغريب ان الاتنين دول ظهروا في حلم رايدر. سانبورن كان الجنرال، وجاك كان الجندي الألماني اللي بيحقق مع المدنيين. وبما اننا بنتكلم عن الحلم، بيجي واحد اسمه سوش اللي كنا نعرفه كالكولونيل الشرير. سوش بيقدم نفسه كمهندس مشهور مهتم بمشروع سانبورن العملاق اللي بيخطط انه يعيد بناء المدينة بالكامل، مع انه كان مشروع عمره. سانبورن بدأ يشك فيه عشان السكان الغلابة هيتضرروا كتير، بس سوش يطمنه ويقول له ان التاريخ محتاج تضحيات، وان لازم يضحي بشوية ناس عشان يكسب مكان في التاريخ. رايدر بيعدي من شارع وفجأة يتذكر بنت صغيرة بتتخطف على ايد عصابة مجرمين. بعد ما يفوق من شروده يدخل مطعم يفطر، وهناك يقابل جرسونة شكلها مألوف جدا، البنت الفرنسية اللي شافها في حلمه واسمها مورجان، بتشتغل في مطعم جدتها شيل، الست الطيبة اللي بتحب رايدر. يومهم كان عادي لحد ما جاك ورجالته يجوا ياخدوا الإيجار لمصلحة سانبورن. رايدر يراقبهم، خصوصا جاك اللي مشي من غير ما يسبب مشاكل زيادة. رايدر يسأل شيل لو سمعت عن أي بنت اتخطفت مؤخرا، بس هي تقول ما تعرفش حاجة. الراجل يمشي من غير ما يودع ويركب الموتوسيكل ودماغه توديه الماضي. المرة دي مش حرب، دي روما القديمة. سانبورن يطلع سيناتور متأثر بكلام سوش ويأمر بقتل مورجان وبنتها. لحسن الحظ في مصارع جلايديتور اللي هو رايدر بيدافع عنهم. فجأة الراجل يرجع تاني عشان جاك ورجالته بيوقفوه ويسألوه عن هويته. يا للصدفة، رايدر كان هيقول لهم نفس السؤال قبل ما تبدأ خناقة. المحقق تيمونز يظهر يفرقهم، مع ان تيمونز شاكك في رايدر. شيل ومورجان يقفوا معاه ويعرضوا عليه مكان يقعد فيه. مورجان تشرح له ان جاك شغال مع سانبورن اللي ظهر في مجلة بيبول كالرجل صاحب الرؤية، بس الرؤية دي ما هياش خير جشع واستغلال الناس كل شوية. رايدر يبص في وش سانبورن، دماغه تاخده لأحلامه ويبدأ يتساءل مين الراجل ده فعلا. وفي نفس الوقت في روما القديمة رايدر بيقاتل جلاديتورات عشان يحمي مورجان وبنتها. بسبب شجاعته الشعب يطالب يعفو عنهم والسيناتور يوافق، بس سوش يقنعه يبعت أقوى مقاتل عنده عشان العرض يكمل. فرايدر يتقاتل مع جاك ورجالته. في الحاضر رايدر يشوف سوش خارج المبنى ويدرك إنه بيظهر في أحلامه. يرجع المطعم يكتشف إن مورجان مساعد مدعي عام، بس ما معهاش فلوس كفاية تشتغل شغلها الصح. وقتها مورجان تسيب الحوار لما تستلم رسالة من روجر هاموند، أهم مستشار في المدينة. رايدر يسأل شيل عن الراجل ده وتقول له إن مورجان جزء من فريقه القانوني اللي بيحاول يوقف مشاريع سانبورن. بعد ما شيل ترجع لمطبخها، رايدر يلاحظ إعلان في الجرنال عن بنت مفقودة
مش بعيدة عن سانبورن وشركائه. الخطة إنهم يكسروا هاموند عن طريق خطف بنته، لأنه ملوش أي غلطة يبتزوه بيها. إزاي تكسر راجل عنده كل حاجة؟ تاخد منه أعز حاجة عنده، بنته. بالليل رايدر يستلم مكالمة مفاجأة من سوش اللي عارف إنه بيحلم أحلام غريبة، ما يديهوش تفسير، بس يقول له عندنا لعبة نلعبها. فجأة يلاقي نفسه في إنجلترا في القرن ال15 جوه حانة. اللورد سانبورن مع مستشاره سوش بيطالبوا ضرايب من مورجان اللي أصلا ادته كل اللي عندها. وسط المفاوضة ست عجوز غامضة تظهر وتقول له لسانبورن لسه قدامك فرصة تعمل الصح. سانبورن يحتار بين كلامها وكلام سوش. في الحاضر رايدر يروح مكتب تيمونز ويوريه إعلان البنت المفقودة. تيمونز يقول له إن القضية اتحلت، البنت كانت عند صاحبتها ونسيت تكلم أمها. بعدها رايدر يركز في لوحة فيها صور ومقالات عن سانبورن. تيمونز يحذره إنه يسأل عن سانبورن لأنه شاكك فيهم، وده خطر لو عرفوا إنه بنعمل عنهم تحريات، وعشان كده بيحقق لوحده ومش محتاج حد يساعده. في المطعم سوش يقابله ويقدم نفسه كمحفز تحفيزي. فجأة رايدر يشوفه كالكولونيل النازي، وكصديق السيناتور الروماني، وكالمستشار الإقطاعي الثعبان اللي دايما بيوسوس لسانبورن. سوش يسيبه ويمشي وكأنه ما عملش حاجة. بعد ما يلمس كارت سوش دماغه ترجع تاني لإنجلترا ويتقاتل مع جاك ورجالته تاني في مشهد أسطوري. فجأة تشيل تند عليه يرجع لوعيه. تاني يوم جاك بأمر من سوش يكلم رايدر ويعرض عليه شغل مع مجموعة سانبورن. سانبورن يعصب على سوش عشان بيتدخل كتير. سوش يطلب منه يتفرج على الأخبار ويلاقي هاموند بيتوعد يدافع عن المدينة. سانبورن ينهار ويكسر مجسم المشروع ويؤمر رجاله يعملوا أي حاجة لازم تتعمل. رايدر يقابل جاك اللي يعرض عليه إنهم يهاجموا عربية هاموند. في طريقه رايدر يرجع للحرب ويكمل المشهد الأول. الجنرال يؤمر بالانسحاب والكولونيل سوش يقول له جبان، فيترفز الجنرال ويدمر عيلة بريئة وبعدها يندم. بين الحلم والواقع رايدر يقابل سوش اللي يقول له أوقات الشر لازم ينتصر عشان الخير يفضل. يقول له يبطل يقاوم ويمشي مع الموجة. سوش يختفي فجأة. رايدر يرجع المطعم وما يلاقيش شيل اللي بتستقبله دايما، يلاقي بدلها مورجان حفيدتها بتغطي مكانها في ليلة البوكر. بس للأسف اللحظة دي بتتقطع لما المحقق تيمونز يتصل بيه ويقول له أنا بره تعالى. يقول لرايدر إنه بعد ما دقق في السجلات ملقيش أي حاجة تخصه خالص. بمعنى تاني رايدر كأنه شبح والمحقق ما بيحبش الأشباح. رايدر هو أصلا مش عارف إيه اللي يجراله، فيقرر يسيبه ويرجع يكمل مع مورجان. في لحظة خاصة مورجان تلاحظ جروحه كتير اللي تعتبر ذكريات من حياتهم اللي فاتت. مع إنها حاسة بالسعادة معاه ما تقدرش تمنع نفسها من التساؤل عن ماضيه وليه حاسة إنها تعرفه من زمان. تاني يوم رايدر يقابل شيل وتوريه حاجة ما كانش واخد باله منها في كارت سوش. اسم سوش بالعكس يعني كايوس بالإنجليزي، يعني الفوضى. وفي نفس الوقت سانبورن يلاقي جواب على مكتبه شكله من زمن قديم، في جملة مكتوبة عمره ما فات الوقت إنك تعمل الصح. نفس الجملة اللي الست العجوز قالتها له في الحلم واللي طلعت في الآخر شايل نفسها. الجملة دي تفضل ترن في دماغ سانبورن لحد ما أخيرا يستوعب الغلطة اللي عملها أو اللي كان هيعملها. سانبورن على طول يأمر رجاله يلغوا الخطة. ما ينفعش يختطف بنت بريئة، بس محدش يطيعه لأن من الأول الكل كان بيسمع كلام الفوضى أو كايوس اللي هو سوش. بعدها البنت الصغيرة آني تخرج من المدرسة وتروح على بيتها ومعاها حراس أبوها. في الطريق عربية تلاحقهم وتطاردهم لحد منطقة مهجورة، وهناك سوش ورجالته ومعاهم رايدر مستنيين. سانبورن يطلع فجأة في محاولة أخيرة إنه يمنع الكارثة، بس طبعا الكارثة بتحصل. جاك يفتح نار على سانبورن وحراسه من غير ما يفكر في العواقب. في الآخر رايدر يرد على جاك ويساعد آني تهرب وهي على حافة الموت. جاك يفتكر إنهم عملوا كده قبل كده من أيام روما القديمة لحد الحرب العالمية التانية. دايما القدر بيحطهم ضد بعض في معركة أبدية وما ينفعش يكسب غير واحد اللي هو رايدر. بعد جاك يجي دور سوش، مع إن سوش خلص رصاصة إلا إنه كان عنده نهاية غير متوقعة لللورد اوف كايوس. وهم رافعين المسدسات على بعض صوت طلقة تيجي في سوش، واللي ضرب عليه نار هو سانبورن. لما الادرينالين يهدأ رايدر يكتشف إنه مصاب جامد وشكله مش هيكمل.
بعد ثواني المحقق تيمونز يدخل مع شيل ومورجان. أول ما رايدر يشوف حبيبته يفتكر إنه في كل حياته اللي فاتت لما كان بيحارب عشانها كان بينتهي بيه الحال ميت، والمرة دي شكلها مش استثناء وهيموت برضه. وهو بيحتضر رايدر يشوف سوش لورد اوف كايوس بيودعه لحسن حظه القدر يبتسم له ويمنحه شفاء معجزي، أو هو كان فاكر كده، لأن بعدها يلاقي نفسه في جنازته رسميا هو بقى شبح. وقبل ما يكمل حربه ضد سوش يبص نظرة أخيرة على مورجان اللي هي برضه تلتفت تبصله وتبتسم. وبكده يا صاحبي نكون وصلنا للآخر. لو شايف الملخص حلو دوس اشتراك وفعل الجرس وخليك جاهز للجاي في انتظار الجزء الثاني للفيلم. يلا سلام.